السيارة في يدي. يوم وصلت عنده لا بعد دخن عند النقطة، قلت إيه دخن عند النقطة ودخن عند الملك، ودخن عند الملك حقك غيره. قال لبق على جنب. جيت بلبق وادعس بنزين شوي، يوم قامت السيارة تفحطت لبقت وجيت. قال لا بعد تفحط. قلت يا حبيبي مو بهذا موضوعنا، خلك من التفحيط، افحط وغصبا عنك، موضوعنا مو بهذا. موضوعنا وتشوله موقفني اول، وثاني شيء يوم انك تقولي قاعد تدخن، انت شايف حشيش في يدي ولا شايفني ارهابي ولا شايفني مطلوب ولا شايفني متبع؟ اللي عندك طلعه. قال اقول. قلت نعم. قال تبي مخالفه ولا تبي السجن؟ قلت تبي الثنتين، وان كانك طيب عطني المخالفه. يمين بالله اربعتكم، هم اربعه طلعوا. قلت يمين بالله اربعتكم والله عند الامير محمد بن نايف وهذا مكتبه قدامي، وان كانت تقول انا سكني بالمخالفه والله اربعتكم. الحين عند الامير محمد بن نايف، ترى انا علي 120 ساهر، ولكن اما انك تمسكني بدون ذنب ولا خطيئه تخلص انت خويك. جانا ذاك خويهم طلع يسمع الكلام وطلع الواد شكله نايم. قال خير اسمع يا عم والله انك بتروح ولا مخالفه. قلت شب ولا كلمه، كلكم اربعتكم عند الامير محمد بن نايف، واللي لحق ياخذه هناك. قاموا ودخلوا الدوريه يكلمون مين؟ القياده مرجعهم. قال السابق كذا كذا كذا. المهم قال عطوا بطاقته وبدي اعلمكم. جاني قال خذ البطاقه. قلت بس وهذا اللي عندكم؟ خذ البطاقه وبس؟ موقفيني ساعه وانتم الغلطانين. حميداني حتى ما تقولون اسف ولا تقولون اي شيء. اقول شرها والله نب عليكم على اللي لبسكم البدل، واروح اركب سيارتي. توني بفحط واتذكر الدوريه واقفه حقتهم. الحين فحط والله يلحقوني ويلعنون خامس سلسفيلي ويربطوني صحيح ويقطوني في المعتقل. قلت يا رجال امشي.